السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. بفكركم ان رقم التليفون اللي على الشاشه ده مش مجرد انك تسال على الكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه، لكن برضه لو عندك اي سؤال بتبعت عليه عادي جدا. طيب بمناسبه شهر رمضان انا هعمل العرض بتاع الاربع شهور دعم ده، هعمله لمده 3 ايام فقط، لان العرض ده متعب بالنسبه لي جدا. يعني ان هو اللي بيشتري الكورس في خلال الثلاث ايام دول بياخد معاه الدعم 4 شهور بدل 3 شهور، فطبعا كده كانه واخد الكورس ببلاش يعني. لكن انا الموضوع ده بيبقى بالنسبه لي صعب، لان ساعات ناس كتيره بتستجيب، فبالنسبه لي بيبقى ضغط كبير ان انا حد اقعد معاه 120 يوم بجاوب على اسئلته يوميا، ملزم ان انا اجاوب على اسئلته يعني. فانا هعمله 3 ايام فقط، مش هطوله زي المره اللي فاتت، ما اعتقدش هطوله زي المره اللي فاتت. وبرده موضوع الدعم ده ممكن حضرتك تاجله لبعد رمضان، ممكن تبداه بعد العيد، ممكن تعمل له بوست توقفه، انا ما عنديش اي مشكله، ده بالاتفاق كله يعني. فبالتالي اللي هيشترك في الكورس في خلال الثلاث ايام دول ابتداء من النهارده، انه ال 72 ساعه هياخد الدعم اللي بيجي مع الكورس 4 شهور بدل 3 شهور. الدعم ده بتسالني اشتري ايه، ابيع ايه، محفظتي عامله ازاي، توريني محفظتك. على فكره انا في رايي الشخصي ان هو اصلا الدعم اهم من الكورس بكتير. يعني الكورس قوي جدا وفيه معلومات قويه جدا وانا فخور ان هو طالع بالمستوى ده، لكن في رايي الدعم اهم من الكورس بكتير. لان انت يبقى معاك كوتش يوم بيوم يقول لك تعمل ايه، دي حاجه انا يعني لو انا كنت انا العكس، لو انا كنت انا كلاينت وبدور على حاجه كده، هو ده اللي انا اشتريه بجد يعني. يعني خلاص عشان ما اطولش عليكم قبل ما نخش في الموضوع. يا جماعه طالع كلام شهادات 30%، وفي ناس في واحد بعت لي برده، راجل محترم بعت لي قال لي انا عندي معلومه اكيده من داخل البنك الاهلي ان هيتعمل شهاده 30%. وانا عارف ان هو راجل محترم جدا، وعارف ان هو مقتنع باللي هو بيقوله جدا، بس انا مقتنع ان هو غلط. يعني انا مقتنع ان هو كلامه غلط، لكن هو الراجل متاكد من اللي بيقوله فعليا، هو عنده حد فعلا قال له هذه المعلومه. بس انا رايي ان صعب يحصل كده، او ممكن اكون غلط على فكره، انا ما بقولش ان انا متاكد، بس شهادات 30% وارقام بهذا المنظر، يعني دي ممكن تشيل الاقتصاد كله، ممكن تشيل الدنيا كلها. يعني انتوا عارفين يعني ايه 30%؟ في شركات كتيره جدا جدا، انا ما بتكلمش عن شركات في البورصه، شركات قطاع خاص بالهبل ما بتعملش اصلا 30% في السنه. ما انت لما تقول له هديك 30%، يعني انت متخيلين ممكن يبقى الايفكت عامل ازاي؟ بس في ناس بتقول لك ال 30% ده في حاله التنازل عن الدولار، دي قصه تانية. يعني دي قصه تانية خالص. انت ال 30% في حاله التنازل عن الدولار ده موضوع تاني خالص، غير الموضوع انك تعمل لي 30% من غير ما اعمل حاجه. وممكن يبقى الشخص اللي بعت لي ده كان قصده كده على فكره، كان قصده انها 30% في حاله التنازل على الدولار. دي ساعتها مش هتفرق قوي معانا في البورصه، لان اوريدي الراجل كان عنده دولار وراكنه على جنب ما بيعملش بيه حاجه، فكل اللي هيعمله ان هو هيفكه ويديه للبنك وياخد مكانه 30%. دي قصه تانية بالنسبه لنا. بالنسبه للبورصه ما تؤثرش معانا في البورصه تقريبا يعني. طيب بالنسبه لبكره يوم الاحد، التعويم، في تعويم بكره ما حدش عارف، بس في حاله تعويم انتوا كلكم فاهمين السيناريوهات. لو حصل تعويم او تخفيض كبير في قيمه الجنيه، الطبيعي ان البورصه تطلع. ولو ما حصلش الطبيعي ان البورصه تنزل، ان رفع الفايده بتاع يوم الخميس ده ينزل البورصه. كده كده كلنا عارفين ان رفع الفايده سلبي للبورصه. في حاله ان تم رفع الفايده وما حصلش تعويم، البورصه هتنزل، وممكن يبقى في فرص كويسه للشراء، ممكن تظهر في خلال يوم، ممكن تظهر في خلال يومين، ممكن تظهر في خلال كذا يوم، لكن دي هتكون فرصه لان تيجي اسعار كويسه. يعني انا رايي دي هتكون فرصه ان تيجي اسعار كويسه واسعار معقوله. اما في حاله بقى تعويم، خلاص الناس اللي بتقول لي اشتري سهمي قبل التعويم، خلاص هو لو حصل تخفيض في قيمه الجنيه نصحى يوم الاحد تلاقي الدنيا ضاربه لفوق، طبعا بافتراض ان هو تخفيض بقيمه كبيره مش قيمه صغيره، مش جنيه فرق ولا نص جنيه يعني. اما لو حصل بقى تخفيض بسيط، يعني مثلا ايه، صحينا لقينا زاد نص، انا يتهيألي هيحصل حاله ترقب. الناس هتقول لك طب ما هو يمكن كل يوم هنزيد نص، طب ما يمكن كل يوم هنزيد جنيه الا ربع، طب فهتلاقي الدنيا فيها حاله ترقب كده، الناس كلها ايه، منتظره تشوف هيحصل ايه. خلاصة بس الموضوع حضرتك في جميع الاحوال، يعني خلي اعصابك هاديه، كده كده النهارده اصلا اجازه. استنى بكره كده، اصحى بكره الصبح شوف الدنيا فيها ايه، شوف هيحصل ايه الصبح لما البنوك تفتح، شوف سعر الدولار هيتغير في البنك ولا لا، وبعد كده على هذا الاساس ممكن تفكر اعمل ايه. ونصيحتي كمان ما تاخدش قرار متسرع، يعني حتى لو لقيت حاجه حصلت في البنك الصبح ما تقومش داخل اول الجلسه، يعني بلاش القرارات المتسرعه. فكر كده وادرس الموضوع وخد القرار بالراحه. مش هطول عليكم النهارده فيديو اكتر من كده، فيديو قصير سريع كده تحليل السيناريوهات المتاحه. بفكركم ان اللي هيشترك في الكورس في خلال 3 ايام، الكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه، قدامه 72 ساعه، لو اشترك فيهم هياخد الدعم الاربع شهور. انا ما اعتقدش هطول الموضوع ده عن 3 ايام، لانه يعني موضوع بالنسبه لي مش سهل ان انا هندل الناس لمده 4 شهور، دي حاجه بالنسبه لي مش سهله، لكن اهو اعمله بما ان الناس بتطلبه. في خلال الدعم ده بتسالني اي سؤال، بتسالني في محفظتك، بتسالني اشتري ايه بقى، كل حاجه يبقى معاك لايف كوتش في البورصه يوميا يعني. اللي عايز يشترك في الكورس في رقم واتساب ظاهر على الشاشه، اللي مش عايز يشترك في الكورس وعنده اي سؤال في رقم واتساب ظاهر على الشاشه برضه. شكرا يا جماعه، سلام.